شوف تبارك الله الخبز بدون دقيق ابيض، بدون دقيق ابيض، وراه باقي هاو كيفور. هذه راه قسمتها كتفور بدون دقيق ابيض. تخيلوا خبز رائع تبارك الله ما شهيتكم فيه. السلام مشاهدي الكرام، السلام المتتبعين الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه، بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بالخبز، الخبز ديال الزرع اللي بالنخاله ديالو بدون دقيق ابيض، كيجي رطب وهشيش رائع. وغادي تشوفوا الاسرار ديال الخبز باش يجيكم زوين، وكذلك الرميان ديالو في الفران وكيفاش كيطيب في الفران. وكذلك كندير انا ليكرون سولار ملي كنبغي نطيب في الفران الخبز، كندير لوجهي ليكرون سولار. غادي نوريها لكم حتى هي، غنشاركها معكم ليكرون اللي كندير. المهم هنايا راه عندي هنايا النص ديال الزرع الطحين ديال الزرع اللي بالنخاله ديالو هنايا. وهنايا عندي النص ديال الفرينه محيده منها النخاله. فرينه اخواتي الجزائريات راها حتى هي نوع من القمح، هي حبوب، نوع من الحبوب، حتى هي كتطحن بحال الدقيق الكامل ديال الزرع، بحال بحالو. هنايا راه كيف ما شفتوا درت الخميره على حساب الجو. هنا درت 2 معالق كبار، درت شويه ديال الملحه، درت شويه ديال السكر ماشي بزاف، صافي. وبديت كنعجن. الماء دافي من طبيعه الحال، انا كنعجن. غادي تشوفوا، ما سرعت الفيديو، ما قطعتش الفيديو بزاف باش تشوفوا العجين من الاول حتى الاخر بجميع المراحل ديالو. هيا شفتوا كنبدا كنجمع في الجهه الاولى، كنجمعها. شفتوا راه دغيا جمعت ليا العجين. هنا العجين راه شويه مطلوق، ما زدتش الماء بزاف لان شويه جاريه، لحقاش الزرع ماشي بحال الفورص، ماشي بحال الفينو، هو كيطلق الماء، ما تجريوهش بزاف. المهم كتبقاو كتجمعوا في الدقيق من القصريه وكتدلكوا والدليك وما ادراك ما الدليك، وكترشوا الماء وكتديروا هكا السبعان. هانتوما غادي تشوفوا هنا كندلك. هنا راه العجينه كثيره، راه ماشي قليله، هنايا راه كثيره العجين، راه شي 3 كيلو هنا ديال الدقيق هنايا. وكنبدا كنرش وكندير السبعان، كنبدا كنرش وكندلك بصبعاني باش العجين يطلق لينا الخيط ويجي زوين، يجي رطب ويجي زوين. شفتوا كيفاش انا باقا كندير في السبعان؟ كتبقاو بحال هكا حتى كتولي العجينه ملسه ورطبه في يديكم. صافي دابا راه كملتها. هانتوما شوفوا العجينه كيفاش دايره. هانتوما واخا راه الدقيق بالنخاله ديالو ديال الزرع بالنخاله ديالو كامل، ما مغربل، ما من الطاحونه مطحون بنخالته، ما كاين ما مغربل ما حتى شي حاجه. هنايا راه هاد البول هادي راه دهنتها بالماء، دهنوها بالماء باش ما تلصقش لكم فيها العجينه. وغادي ندير لها عاوتاني الماء من الفوق. هنا على فكره هنا راه حيدت واحد 6 ديال المسمنات، حيدت منو المسمن، واخا زعما الدقيق بالنخاله وداكشي، المهم حيدت منو المسمن كيجي زوين. هنايا راه درت الماء فوق العجينه باش ما تلصقش السلوفان، باش ما يلصقش. غطيت العجين ديالي ومشيت كنطيب دوك المسمنات. ما غاديش نبين لكم بزاف، غير لقطات بساط. ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله غنشارك معكم المسمن بالدقيق نيت، هاد الكامل هذا الدقيق بالنخاله ديالو. مسمنات جاو واعرين زوينين، كتتعجنوا كتحيدوا مسمنات او مخمرات او المهم. هنا العجينه خمرات، ها هي خمرات. هنايا راه خديت الطحين وخديت البلبوله، راه بجوجهم خلطتهم، ما درتش البلبوله بوحدها. صافي غنبدا نقطع
خبيزات ديال القياس، نتوما بغيتو تصغروا بغيتو تكبروا، المهم ماشي صغيورين، راهم زوينين، خبيزات نيت ديال زوينين زعما، كاينه ماشي كبار بزاف ماشي صغيورين شويه. هنا راه كنقطع وكنقرص. تفاعلوا مع الفيديوهات مشاهدي الكرام، ديروا لي لايك، ما كديروش ليا لي لايك الا وصلتوا حد هنايا، ديروا لايك، الاعجاب بالفيديو وبارطاجيو ليا الفيديوهات. مؤخرا الفيديوهات ما بقاش فيهم شي تفاعل، ما بقاوش كيتشافوا بزاف، ما عرفتش علاش. هنا المهم كنقرص. المهم الفكره ديال الدقيق هذا الكامل بالنخاله ما تقرصوش بزاف، راه ملي كيتقرص بزاف كيلصق صافي، كيجي لاصق، كيجي زعما كيجي قاصح، كيجي كارم. هنا صافي راه كملت الخبيزات ديالي، كنغطيهم كما القاعده. غنعاود ليهم عاوتاني هذه سخونه. هنا راه خرجوا لي 10 ديال الخبزات وحيت 6 ديال هادو المسمنات. هنا الخبز، هنا الخبز الخبز ما تخليوش حتى يتشقق، حتى يخمر بزاف ويفيض ويتشقق من هاد الجناب، راه ما كيجيش زوين. وهنا كتوركوا ديروا صبعكم، كتبان لكم العجينه كتوركوا عليها كترجع. هذا هو اللي كخون اللي قلت لكم يوسيغين، هو راه ما بانش مزيان بزاف لان مزربه الفيديو، مسرعه الفيديو. يوسيغين 50 هو اللي كندير لي كخون اللي كندير ملي كنبغي نخبز في الخبز نطيب في الفران كنديرو، لان عرفتوا شنو راه عجنت جوج عجينات، هاد العجينه وعجنت عجينه واحده اخرى. هنا الفران، عاوتاني نصيحه اخرى، الفران يكون اخر الجهد ديالو، يكون سخون، سخنوا الفران مزيان مزيان مزيان، ويكون الفران سخون وعلى الجهد ديال النار ديالو. الخبز كيبغي العافيه، كيبغي الجهد، الا نقصتوه راه غادي يجيكم الخبز كارم، تنقولها لكم. والخبز ديال الزرع كنديروا فيه غير تقيبه وحده صافي، فرشيطه وحده، تقيبه وحده شتيها صافي. اما الا درتو بزاف كيهبط وكيجي لاصق، لان ما فيش الفرص، ما فيش الدقيق الابيض. كرمي. ها هو الفران ديالي انا كيهز ليا 6 الخبيزات مقدودين، خبيزات زوينين مقدودين، ماشي صغيورين ماشي كبار بزاف. صافي ها هما الخبيزات رميتهم. مازال عندي نصائح اخرين ان شاء الله غادي تشوفوهم دابا معايا. هنايا ما تخليوش حتى يتحمر من التحت، غير يتنفخ هبطوه لتحت. الا خليتوه تتحمر من التحت كيجي قاصح من التحت، انا كنعلمكم. صافي غير شويه كيطلع كتهبطوه. عفوا. هنايا انا كنراقب فيه دابا، ماشي انا راه عندي هاد الفران جهنم الله يستر، راه غير حيت البوطه شويه ناقصه داكشي باش مرا غير كنسد كيتحمر، تصوروا غير كنسد ما كاينش دقيقه كيتحمر. عرفتي راه دابا راه البوطه شويه قريبه تخوى، باش شويه شويه يعني تعطل شويه. كتبقاو تراقبوا الخبز كتقلبوه، ضروري كيتحمر من جهه باقا بيضاء، كتبقاو تقلبوا فيه تقادو. انا قلبته، شفتوا القلبه اللي قلبته، دابا غادي تشوفوا ملي غادي نخرجوا راه محمر رائع. وباقي شويه، باقي انا باقا كنقلب وباقا كنرجع. شاركت معكم الخبز بكل تفاصيله من الاول حتى الاخر، ما بغيتش نقطع لكم بزاف من الفيديو، ما تشوفوش شحال من حاجه، ما تعرفوش علاش بزاف المعلومات، زعما ما تستافدوا حتى شي حاجه، ما كاين علاش. خليت انا الفيديو وكنقلب في الفران كندور في الخبز، خاص الخبز يتحمر يجي زوين، يكون محمر ويطيب مزيان يطيب. غادا نهبط هادوك راه شتو راه تنفخوا، هاي كتشد راسها الخبزه من التحت، كيشد راسو من التحت شويه وكتنفخ. هبطوا الخبز لتحت، ما تخليوش يتحمر من التحت، انا نصيحه مني. صافي ها هو راه شفتوا راه بدا راه تحمر صافي، قلبته تحمر من الوجه الفوقاني وقلبته تحمر من الوجه التحتاني وخرجته. انا صافي الفران تبارك الله دغيا دغيا هزت ليا 6 الخبزات في 4 الخبزات دغيا دغيا. غير هو انا عجنت عجينه اخرى لانني انا تناكل المسوس، درت عجينه اخرى عاوتاني 9 الخبزات في نفس الوقت، ولكن حتى هانتوما الخبز تبارك رميت. الله وجد
غطيو الخبز البنات، ما تخليوش الخبز عريان. منين تبداو تطيبوا فيه خليوه هكا مغطيه، غطيو ودفيوه باش داك الصهد كيرجع عليه وكيرطاب، كيجي الخبز رطب. ها هو درت لي انا 2 من هادل ما شاء الله. هنا البنات راه عجنت الخبز مسوس، لانني انا كناكل الخبز مسوس. عجنت حتى الخبز مسوس، ها هو يلاه باقي سخون، يلاه خرجتو تبارك الله. 10 الخبزات والمسوس 9 الخبزات، 19 خبزه ما شاء الله خبزتهم اليوم. كنخبز الخبز وكنجمعو. غادي نوريكم كيفاش كنحتفظ بالخبز في المجمد. غتشوفوا واحد المفاجاه هنايا كيفاش الخبز كان واخا سخون كنجمعو وكندخلو. غنخلي غير شي شويه وصافي، ماشي بزاف حتى يبرد. خليوه باقي فيه شويه السخونيه باش هذيك الرطوبيه كتبقى فيه حتى في المجمد. وبالنسبه فاش غادي نديرو غادي تشوفوا معايا. هانتوما تبارك الله الخبز كي داير. هذا المسوس هاتي نقسمو شي خبيزات. شوفوا الخبز كيفاش داير. المسوس انا كندير فيه هكا تقبه وحده، والمالح كندير فيه الفرشيطه. اللي كيدير بحالي الخبز مسوس ما تجريوش، هذا ما تكونش عجينه مرخوفه، لحقاش هو تيجرى راسو. هذا سبحان الله العظيم المسوس تيجرى سبحان الله العظيم. شوف تبارك الله الخبز بدون دقيق ابيض وراه باقي هاو كيفور. هذه راه قسمتها كتفور بدون دقيق ابيض. تخيلوا خبز رائع تبارك الله ما شهيتكم فيه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، من رضاكم وتبارطاجيو لي الفيديو وديروا لي لايك. ها فاش كنجمع الخبز خيطت واحد خنيشات عاوتاني، كانوا عندي شي خنيشات وما تلاوش هكايا كنعطي فيهم شي حاجه ولا شي حاجه نقصوا عندي. دابا خيطت هادو عاوتاني وحدين اخرين بحال دابا. هذا الخبز هذا راه بدا كيبرد، هذا الاول هذا راه بدا كيبرد. ها هو هذا غادي نجمع بحال هكا. هذا الاولاني راه برد شي شويه مباشره. منين هذا سميتو عجنت عجنه اخرى. حتى المهم اللي تقدي ما ديروش الخبز منه الميكا. حتى نقول لكم الميكا ماشي صحيه مع الخبز بحال هكا ملامسه مع الخبز خاصو هذا يكون هكايا شويه باقي فيه شويه السخونيه باش كيبقى شاد لكم، باش كيبقى رطب. كيف ما هو سخون رطب كيف ما ملي كيدخل المجمد كيما دخلتوه راه كيكون. الا براد وكز صافي ما كيبقاش، كيولي بارد وصافي ماشي. حتى هذه الميكا ما تقدنيش قيله غندير غير هذه كبيره. واخا انا ما تعجبنيش هاد الميكات الملونين، المهم كبيره بحال هكا. نجمع خبيزات ديالي بحال هكا. هكا نديرو في المجمد كيف ما هو بحال هكا. هذا فيه شي شويه بحال هكا. كندير الخبز هادو غنغطي ملي غادي نجمع خصني نغطيه دابا باش يبقى شاد ليا السخونيه بحال هكا. كندير الخبز ديالي في المجمد. يلا خواتاتي عطيتكم كلشي التفاصيل، الشرح كله كيفاش طيبوا الخبز ديالكم في الفرن في الدار وبدون دقيق ابيض. كنتمنى الفيديو يعجبكم من رضاكم، ونتلاقى انا وياكم في فيديو قادم ان شاء الله.